وقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون في الأعمال الصالحة فيها. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. ومن فضل الله وكرمه أن الطاعات في هذه العشر متنوعة، ومما يشرع فيها الإكثار من ذكر الله. قال جل شأنه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أيام العشر. وذكره سبحانه فيها من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد.